وانا في مرحله المراهقه كنت بتمرن ملاكمه وكانت دي شغفي، فكنت دايما بسمع اسامي شخصيات بتتردد قدامي زي مثلا محمد علي كلاي اعظم ملاكم ورياضي في تاريخ، تايسون اشرس ملاكم. بس المشترك ما بينهم كلهم ان هم شخصيات حقيقيه رياضيين فعلا من الطراز الرفيع، ولكن كان في دايما شخصيه اسمها بيتكرر قدامي. بس الغريب في الشخصيه ديت ان هي ما كانتش حقيقيه اصلا، دي كانت شخصيه خياليه موجوده جوه فيلم، وهي شخصيه البطل روكي. كله بيتكلم عن روكي روكي روكي، سمعت اسمه كتير جدا، فانا كان عندي فضول وعايز اعرف مين الاسطوره الروكي اللي كل الناس بتتكلم عنه دول. هل هم اصلا شافوا الفيلم ده؟ فاروح اتفرج على الفيلم ولا ان هو في ملل شويه، بس هو قصه حلوه محفزه، بس النهايه نفسها ما عجبتنيش. حسيت ان انا كنت مستني حاجه اكبر من كده، فما اقتنعتش ليه الناس متعلقه بالشخصيه دي قوي. هل هو عشان ليها اجزاء كتير جدا وبتتعمل بقالها سنين كتير؟ ما اعرفش. وقفلت. عدى سنين من ساعتها واكبر واتفرج على الفيلم ده تاني، ويا الله الفيلم ده انا ما كنتش فاهم فيه اي حاجه خالص. انا كنت بتفرج عليه بعيون طفل عايز اشوف فيلم زي ما يكون سوبر هيرو مثلا، مش قصه صعود بطل. فتعالى بقى معايا بعد المقدمه الطويله ديت اوريك واحكي لك ايه اللي انا شفته في المره التانيه اللي اتفرجت فيها على الفيلم، وعرفت هو قد ايه فيلم جميل. بنبدا في سنه 1975، بنشوف اتنين بيعجنوا في بعض جوه الحلبه، وناس تحت قاعدين بيصيحوا بصوت عالي. المكان باين ان هو وسخ جدا، والناس بتراهن على واحد فيهم ان هو يكسب. قاعدين بقى يشتموا ويرموا حاجات عليهم، وبنشوف روكي بطلنا بيتضرب ضربه غير قانونيه، فبيتجنن وبينزل دعك في اللي قدامه ويكسب. بينزل من الحلبة وبنشوف ان هو بياخد سيجارة من واحد، وواحدة بتوقفه وتقول له ان هو فاشل وخمرجي. بعد كده روكي وسيجارته والدم اللي عليه بيقعد، ونشوف ان في واحد جاي يحاسبه $40 بس على كل القتال اللي هو عمله دوت في الاخر. في بقى مشهد بعد كده مدته اكتر من دقيقتين، بنشوف فيه روكي بيتمخطر في الشوارع وبيتمشى لوحده لحد ما يوصل لبيته. بيدخل البيت بقى بنشوف ان هو اول حاجة بيعملها بيروح يكلم السلاحف بتاعته، وبعد كده بيدخل على السمك يكلمه، بعد كده يجيب السمك والسلاحف ويحطهم مع بعض ويتكلم معاهم. هنا بقى بيقرر ان هو ينوع ويقف قدام المراية ويكلم نفسه، واللي بعد كده بيبص على صورته وهو صغير ويبص على نفسه تاني بحسرة شديدة في المراية، مش عاجبه اللي هو شايفه. واللي بيفكرني ببيت شعر عظيم بيقول: وفي صبح وقفت امام مرآتي وقد بانت على وجهي خساراتي، ارى شخصا على المرآة يكرهني وما اقصاه كره الذات للذاتي. بعد كده بيروح ان هو يفتح التلاجة، ودي تقريبا اسوأ تلاجة انا شفتها في حياتي. لا بص بقيه البيت بقى عامل ازاي. بياخد شويه تلج ويحطه على دماغه ويقعد على جنب كده لوحده، وحالته يخليك تشفق عليه. تاني يوم بيروح لمحل حيوانات، بيدخل يتكلم مع البنت اللي شغاله جوه وبيقول لها ان هو متضايق جدا، فردها عليه بقى بيبقى معلش. فهو بيكمل فتح مواضيع معاها وبيقول لها مش هتساليني انا متضايق ليه. بتيجي واحده بقى تقاطعهم وتقول له محدش عايز يسمع حاجه يا روكي، فما بيستسلمش وبيكمل برضك يفتح مواضيع وبيسالها على اكل السلاحف، بس هي اللي شكلها منطويه على نفسها جدا. حتى بيقول لها نكته وبتضحك كده بكسوف، فبينزل للكلب اللي موجود في المحل ويقعد ان هو يهوهو معاه وبيمشي. بيسلم بقى على الناس في الشوارع وبيروح يهجم على واحد شغال في المكان ده ويقول له ان مستر جاتسو عايز منه $200 اللي هو خدها منه، والا روكي هيكسر له صوابعه. بيمسك بقى الراجل ويقعد يهدد فيه ويقول له اديني الفلوس اللي عليك. الراجل بيديله $130 بس لسه فاضل $70. فالراجل بيقول له خد الجاكيت بتاعي هيساوي بقيه المبلغ ده. هنا بقى بنشوف ان روكي بيتصرف بغرابه شديده، ما بيرضاش ان هو ياخد منه الجاكيت، وبيبدا ان هو ينصح فيه ويقول له ان هو المفروض كان يخطط لحياته افضل من كده. فالراجل بيقول له ان هو ممكن يكسر صباعه لنفسه عشان مستر جاتسو ما يعملش حاجه لروكي او ما يتكلمش معاه، بس روكي برضك ما بيسمعش كلامه وما بيكسرلوش صوابعه ولا حاجه وبيمشي. بيروح بقى يدي الفلوس ديت لمستر جاتسو اللي بيقول له ان بكره تروح لواحد تاني عشان اتاخر عن الدفع برضه، وبيحاسب روكي على يوميته ديت. بياخده بقى على جنب عشان يتكلم شويه معاه، اللي بيقول له انت ليه ما كسرتش صباع الراجل دوت زي ما قلت لك. روكي بقى بنشوفه بقلب طيب كده بيحاول ان هو يتهرب منه، بس الراجل بيقول له ان هو بعد كده لازم ان هو ينفذ ويكسر صوابع اي حد ويقول له عليه عشان يسمع الكلام. والسواق بتاع مستر جاتسو دوت بيتريق على روكي وبيتريق على ان وشه متدشمل من القتال بتاع امبارح. روكي بيروح يرجع لنادي الملاكمه بتاعه وبيدخل اوضه اللبس، بيفتح الخزنه بتاعته ما بتتفتحش، بيحاول تاني ان هو يفتحها بس هي مش عايزه تتفتح، فبيكسر القفل
واللي بيلاقي ان خزنته حد تاني خدها منه وحاطط حاجته فيها. فروكي بيستغرب وبيقول للواد اللي شغال هناك فين حاجتي انا؟ اللي هيقول له ان دي بقت خزنه واحد اسمه ديبر وما بقتش خزنتك خلاص. روكي بيتضايق جدا وبيقول له انت بتقول ايه؟ الخزنه دي بتاعتي بقالها 6 سنين. فهيقول له ان المدرب مايكي هو اللي قال له يحط حاجته في كيس ويعلقها بعيد. روكي بقى بيتضايق جدا جدا وبيتصدم، بقاله 6 سنين الخزنه ديت بتاعته، في الاخر بيحط له حاجته في كيس وبيعلقها له على جنب. فبيروح للمدرب مايكي دوت، بيلاقيه بيتعصب عليه ويقول له اسكت. فروكي بيقف كده شويه والمدرب بيكمل ان هو يتكلم معاه بطريقه وحشه ويقول له انت عايز ايه؟ فروكي بيقول له انت ليه خدت خزنتي واديتها لديبر؟ وده ديبر بالمناسبه. المدرب هيقول له عشان ديبر احتاجها، هو شخص مجتهد وعايز ان هو يوصل لحاجه، اما انت مجرد طماطمايه كده بتتهرس بسهوله. وبيتريق عليه وعلى المباراه اللي هو عملها امبارح وبيقول له ان انت ما بتقاتلش غير الناس التعبانه اللي زيك، وان جه الوقت عشان يفكر في الاعتزال بقى. فروكي بيمشي وهو متضايق. ديبر ده بقى بنلاقي ان هو بينادي روكي وبيتريق عليه ويقول له انا خدت الخزنه بتاعتك، يعني حركات اطفال ما شفتش زيها في حياتي. بنرجع بقى نشوف روكي في الشارع تاني، بس انا عايز اوقف هنا عشان نتكلم شويه عن اللي احنا شفناه وعشان الرؤيه تكون واضحه اكتر. عايز اقول لك ان حتى الان عدى من الفيلم 20 دقيقه وشفنا في ال 20 دقيقه دول كلهم روكي وهو بيتمشى كتير جدا، وحتى الان مفيش حبكه واضحه للفيلم، مفيش حاجه خالص. وده بقى جمال الفيلم نفسه، ان هو مختلف خاصه عن الافلام اللي موجوده دلوقتي. بيحاول ان هو يعرفك الاول ويوريك مشاهد بموسيقى جميله جدا لروكي وهو بيتمشى وبيتعامل ازاي مع الناس، في نفس الوقت بيوريك ان هو قد ايه هو شخص وحيد جدا وحاسس بعزله رهيبه، لدرجه ان هو من كتر الوحده بيروح البيت بيتكلم مع السلاحف، مع السمك، مع نفسه في المرايه، مع الصور بتاعته، ويتضرب ويتكسر ومع ذلك يقعد وحيد مثير للشفقه ويحط هو التلج على دماغه ومحدش مهتم. الاسوأ بقى من كل دوت ان في ناس كتير بتقول عليه كلام وحش، ان هو فاشل، ان هو خمرجي، ان هو تصرفاته مش تصرفات واحد رياضي، لان هو بدأ ان هو ينسحب من موضوع الرياضه دوت ويتجه لحاجات تانية عشان يقدر ان هو يعيش. فشكله ما يديش شكل واحد رياضي، دايما السيجاره في بقه، ساعات بنشوفه بيشرب، بيشتغل بلطجي، بيجمع الفلوس الناس اللي هي عليها ديون. وحتى مظهره نفسه لما تشوفه تحس ان هو متنمر على الناس، بيضرب الناس في الشوارع من غير سبب، فتحس ان هو شخص سيء عموما. بس اول ما تشوفه ازاي بيتعامل مع الناس وازاي بيتصرف فتعرف ان ده بعيد تماما عن الحقيقه، هو بس بيحاول يعيش زي ما قلت. وحتى بنشوف هو قد ايه طيب وعامل زي الاطفال من جواه، ان هو مرضاش مثلا ياخد الجاكيت من الراجل عشان الدنيا ساقعه، انت متخيل؟ في نفس الوقت مرضاش ان هو يكسره او يأذيه، حتى هو بس بيهدده. الفيلم بيحاول يعرفك معنى كلمه الاندر دوج، ومش الاندر دوج ده لا خالص، في الفيلم هنا تعريفه ان هو الشخص الفاشل اللي محدش يتوقع ان هو يكسب في الاخر، وده حرفيا روكي. واللي بنشوف ان هو اكتر حاجه بيتحسر عليها فعلا ان هو خدوا الخزنه بتاعته وشالوها خالص من النادي. مع كل ده بقى الوحيده اللي هو معجب بيها وبيحاول ان هو يكلمها فعلا وهي البنت ديت، بس هي متوحده كده شويه. بعد كده بنشوف ان هو رايح لها فعلا وبيكلمها وبيقول لها ان هو ياخدها ويروحوا مباراه لكره السله، وبيحكي لها تفاصيل يومه كمان، بس هي حرفيا ما بتردش عليه خالص، بتديله بس نظرات كده من هنا ومن هنا. فهو بيقول لها طب انت محتاجه حد يوصلك؟ فبتقول له لا طبعا. فبيبدا ان هو يلعب مع الحيوانات وبيقول لها ان هو هيروح خلاص يالف لها نكته عشان يجي يقولها لها بكره، وبيمشي وبيروح لحانه وبيلاقي هناك واحد سكران ومغمى عليه في الشارع، فبيشيله ويرجعه جوه. وده بيبين لك قد ايه قلت لك تصرفات واحد كويس بيدخل لواحد، وده اخو البنت اللي احنا لسه شايفينها من شويه. بيقول له بقى انا كل يوم اروح لاختك اقول لها نكته، احاول انها تقرب منها باي شكل، بس هي ما بتتكلمش خالص، بتبص لي بس بصات غريبه وكانها قرفانه مني. فاخوها بيقول له دي فاشله يا عم سيبك منها. فبنشوف ان روكي نفسه هو اللي بيدافع عنها ضد اخوها، اللي في الاخر اخوها بيقول له تعالى بكره اتغدى معانا ويبقى اتكلم معاها. وروكي بيروح ان هو يقعد يتفرج على واحد اسمه ابولو كريد، وده بطل العالم في الملاكمه، بيبقى منبهر بيه. بعد كده بنشوفه تاني بيتمشى في الشوارع تاني، واللي بيلاقي مجموعه شباب كده واقفه على الناصيه عايزين ان هو يقف معاهم، فبيشوف ان هو من ضمنهم بنت صغيره يعرفها، فبيزعلها ويقول لها ان اخوك عارف انك واقفه هنا معاهم، وبياخدها وبيمشي. بنشوف ان البنت بتشرب سجاير وهي عندها 12 سنه بس، فروكي بيبدا ان هو ينصحها وبياخد منها السيجاره ويرميها، ويقول لها ان هي لو فضلت كده هتبقى سمعتها وحشه والناس هتكرهها ويبعدوا عنها ومحدش هيحبها، وان الناس دايما هتفضل فاكره سمعتها الوحشه ديت وهيلقبوها بالقاب وحشه، وان هي برضك لازم ان هي تحوط نفسها بناس ذكيه وناجحه عشان تبقى ناجحه زيهم، مش الصيع اللي موجودين في الشوارع. لحد ما بيوصلوا لبيتها، عارف بقى بعد كل الكلام دوت هي بترد عليه بايه؟ بتقوم عامله له حركه وحشه وتشتمه وتجري. طبعا روكي بيتضايق وبيقول انا مين فعلا عشان انصح الناس. تعرفين بجد ايه العظيم في الفيلم دوت؟ ان هو ضد كل الافلام اللي بتتعمل دلوقتي. يعني لو الفيلم ده هيتعمل دلوقتي كان زمان كل الاحداث اللي احنا شفناها ديت اتشالت، ما كانوش سابوا منها مثلا غير 5 دقايق من كل الاحداث اللي حصلت دي. يعني مشهد زي بتاع البنت اللي احنا لسه شايفينه من شويه دوت بيوريك
طبيعه شخصيه روكي ان هي طيبه وان هو بيخاف على الناس كلها، ومع ان الناس بتفضل تعامله بطريقه وحشه هو برضك مكمل عادي في حياته وبيحاول برضك لان دي شخصيته، فبيخليك انك تتعلق بالبطل 100%. بقى المشهد دوت كان هيتشال عشان بحجه ان هو ملوش لازمه لو اتعمل دلوقتي، فتحس ان الناس نسيت ازاي تعمل افلام او ازاي ان هم يحكوا قصص. مش لازم كل القصص تكون عن ان ازاي ان البطل بيضرب الناس كلها وعايز ينتقم، او ان هو ازاي جامد قوي وازاي ضعيف قوي. بالعكس الفيلم حتى الان هادي جدا مع ان هو فيلم رياضي، بس في الاخر ليه روح بيعلقك فعلا بالبطل وبالعالم بتاعه، لدرجه انك ممكن تشوف عادي ان البطل دوت واحد مننا. المهم ان احنا بننتقل لابولو كريد نفسه اللي بنشوف ان هو متضايق جدا جدا ان الخصم بتاعه اتصاب بكسر فمش يقدر ان هو يقاتله كده، بس في نفس الوقت ابولو كريد دوت صرف اكتر من $1,000,000 دعايه للقتال بتاعه ده، فمش هينفع ان هو يلغيه. فبيحاول ان هو يقول لهم ان هم يشوفوا اي مقاتل تاني مصنف عشان يقاتلوا، بس مفيش اي حد خالص. بس هنا بقى بيطلع بحل جامد جدا، بيقول ان امريكا هي ارض الفرص وارض الاحلام، فليه ما نديش فرصه لملاكم اندر دوج محلي ويجي ان هو يقاتلني وياخد فرصه ان هو يكون بطل العالم للوزن التقيل، وكريد يبين للناس ان هو مش بس بطل، لا هو كمان بيحب وبيدعم الشعب الامريكي. واللي هيروح ان هو يدور على مقاتل في سجل المقاتلين يقاتل ضده، بيدور في الاسماء لحد ما يقع على اسم هيعجبه جدا، وهيشوف ان هو دوت الاسم اللي هو عايزه واللي هيقدر من خلاله يعمل حمله اعلانيه جنب اسمه، وهو مقاتل اسمه الفحل الايطالي. تخيل معايا بقى مين هو الفحل الايطالي ده بالظبط؟ روكي بالبوا، اسمه القتالي هو الفحل الايطالي. كريد بيقول ان الاسم دوت هو المهم لان كده كده كل المقاتلين محدش هيقدر يقف ضده، هو بس بيختار اسم ان هو يكون مناسب ان هو يعمل منه شو. واللي تعالى بقى اكلمك شويه عن القصه الحقيقيه اللي معمول منها الفيلم. الموضوع مثير للاهتمام جدا، فانا مش عايزك تتخطى، عايزك تسمع فعلا لان الموضوع جامد فشخ. الفيلم دوت بيتشابه بشكل كبير جدا مع بطل الفيلم نفسه اللي هو سيلفستر ستالون، اللي قبل ما ينزل الفيلم هو كان حرفيا ممثل فاشل تعبان شحات محدش بيتف في وشه، حتى نفسه بس ان هو يمثل باي شكل من الاشكال، بس مفيش خالص. الحياه بقى هتيجي عليه لدرجه ان هو هيبيع الكلب بتاعه اللي هو بيحبه $50 بس عشان يقدر ان هو يعيش. المهم ان هو هتيجي لحظه مهمه جدا هي اللي هتفرق معاه في حياته، انه في مره هيشوف قتال ما بين الاسطوره محمد علي كلاي وواحد اسمه تشاك وينر. القتال ده بقى كان غريب جدا لان محمد علي اللي هو الاسطوره آلة القتل اعظم ملاكم في التاريخ بيقاتل قدام واحد تعبان محدش يعرفه، فالناس كلها بتقعد تتفرج ومتوقعين ان الراجل دوت هيتفشخ حرفيا من محمد علي في جولتين 3 وهيخسر بالضربه القاضيه، بس اللي هيحصل هيذهل كل الناس. الراجل ده هيفضل صامد 15 جوله قدام اعظم واحد بيلعب ملاكمه. تخيل محمد علي الاسطوره الراجل هيفضل صامد ضده لمده 15 جوله، ومش بس كده، في الجوله التاسعه تشاك وينر بيجنن العالم كله لانه بيقدر ان هو يوقع محمد علي كلاي، مع ان ناس كتير قالت ان محمد علي اتزحلق بس وان هو ما وقعش ولا حاجه، بس مش مشكله الحكم حسبها سقوط. في الاخير طبعا محمد علي بيكسب بالضربه القاضيه في الجوله 15، لان ما تنسوش برضو ان ده محمد علي. تشاك وينر دوت حقق المستحيل، هيفضل فاكر طول حياته وعايش على ارث هو وعياله ان هو الملاكم اللي مش مشهور اللي قدر ولو للحظه واحده ولو لثانيه حتى ان هو يخلخل عرش اعظم ملاكم في التاريخ. سيلفستر وهو بيتفرج كان قاعد مذهول، وده بقى اللي الهمه ان هو بعد ما يروح يبدا يكتب سيناريو الفيلم دوت عن قصه شبه اللي هو شافها ديت، قصه واحد بيقع ويقوم وبيقع ويقوم لحد ما تجيله فرصه ان هو يواجه اعظم ملاكم في التاريخ اللي هو ابولو كريد. في الفيلم دوت بيمثل شخصيه محمد علي لو ما خدتش بالك يعني، فهو مقتبس منه جدا، نفس الثقه نفس الكاريزما نفس القوه. المهم ان سيلفستر من كتر حماسه خلص قصه الفيلم كلها في 3 ايام بس. بعد كده بقى بيستمر في حياته عادي لحد ما بيجيله فرصه ان هو يعمل تجربه اداء واللي بيفشل فيها كالعاده، ولكن وهو خارج بيقرر ان هو يعرض على المنتجين الفيلم بتاعه واللي بيعجبهم جدا. بس المشكله بقى ان هم مش عايزين ان هو يكون بطل الفيلم، هم عايزين ان هم يشتروا منه السكريبت وما يكونش هو فيه. هيعرضوا عليه في الاول $25,000، بعد كده هيطلعوا $100,000 مقابل السكريبت بس. كنت بتفرج على فيلم وثائقي عن الفيلم دوت وسيلفستر ستالون قال حاجه عجبتني جدا جدا، بيقول لك ان هو فضل يعرضوا عليه فلوس كتير جدا لحد ما طلع المبلغ $100,000، وبعد كده هيعدوا المبلغ ده بكتير كمان عشان بس يشتروا السكريبت منه. ولكن هو بيقول لك ان هو حس ان هي دي فرصته الوحيده ان هو يمثل فعلا ويعمل اللي هو نفسه فيه. بيقول ان هو اقنع نفسه ان الفلوس مش مغريه لانه اساسا مش متعود على فكره ان هو يكون معاه فلوس. وبيقول ان عمري ما سمعت عن مبلغ او شفته حتى $100,000 دوت، فمعرفش ايه اللي كان هيفوتني لو بقيت غني اساسا، وان هو كده كده متعود على الفقر وعايش طول عمره فقير، فالمبلغ مش هيفرق معاه لحد ما هيطلع المبلغ ل $330,000 لسكريبت الفيلم بس. واللي هنا بقى سيلفستر بيقول لك انا عارف ان انا لو بعت
سمعت السكريبت ده والفيلم نجح وانا ما كنتش فيه، فانا اكيد يعني هرمي نفسي من فوق. واللي في الاخر المنتجين بيديله $35,000 بس مقابل السكريبت وان هو يكون كمان بطل الفيلم، وهياخد 10% من ايرادات الفيلم. اللي عايز اقول لك ان الفيلم دوت كانت ميزانيته كلها على بعضيها ما كملتش $1,000,000، بس الفيلم هيحقق $225 مليون حتى الان، ويترشح ل10 جوائز اوسكار ويكسب 3 واللي منها افضل فيلم في السنه، ويتعمل بقى طبعا مليون جزء للسلسله، وسيلفستر يتحول لبطل هوليودي. فتعالى بقى نشوف هل روكي هو كمان اللي في الفيلم هيتحول لبطل زي ما سيلفستر اتحول لبطل هو كمان، ولا ايه اللي هيحصل معاه؟ روكي بنشوف ان هو بيقابل اخو البنت ديت، بيروح معاه عشان يتغدى معاهم، بس البنت ما كانتش تعرف ان هو جاي وبتتكسف وتخش جوه. روكي بيروح يكلمها وبيحاول معاها لحد ما هي بتخرج معاه وهي لابسه شبه خالته كده وتمشي معاه. بياخدها لمكان تزلج مقفول، بيتفق مع الراجل اللي هناك بيديله فلوس عشان يفتحها لهم. تبدا ان هي تتزلج على الجليد وهو في نفس الوقت بيجري جنبيها ويرغي معاها بصوت عالي جدا عشان تسمعه، ويلفوا ورا بعض لحد ما الوقت يخلص ويخرجوا. فحرفيا طول الخروجه روكي عمال يرغي ويتكلم كتير جدا، بس هي اديته كلمتين 3 بس. واللي بيقول لها ان هو لعب 64 ماتش ملاكمه وحتى الان ما زال محافظ على مناخيره من ان هي تتكسر او يحصل لها اي حاجه. تاني يوم روكي بيروح للنادي اللي بيقول له ان المدرب مايكي عايزك. بيروح له ويقول له ان في ناس تبع كريد كانوا بيدوروا عليك واكيد عايزين واحد ان هو يتدرب مع ابولو كريد يعني. فروكي بيتكلم معاه وبيزعق معاه وبيقول له انا بقالي هنا 6 سنين ودايما انت بتعاملني وحش، فانا عايز اعرف ليه. فالعجوز بيقول له عشان انت عندك امكانيات كبيره انك تكون مقاتل عظيم في الملاكمه، بس انت اخترت انك تشتغل بلطجي بتلم الفلوس من الناس. فروكي بيقول له عشان عايز اعرف اعيش. فالعجوز بيقول له انت كده بتضيع حياتك وبيمشي. بيروح بقى للراجل ده اللي بيقول له هل انت مهتم تنافس ابولو كريد على بطوله العالم للوزن الثقيل؟ روكي بيتصدم بس بيقول له لا. فالراجل بيقول له ان كريد شافه وعايز ان هو يقاتله، فبيرد عليه ويقول له ان انا بقاتل في النوادي التعبانه وده افضل ملاكم ومقاتل في العالم كله، فالموضوع هنا مش متكافئ خالص. فالراجل بقى بيقعد يقول له ان امريكا بلد الاحلام واحنا بنؤمن بكده، فدي فرصه ما تتعوضش والكلام ده كله، وروكي بيوافق. واللي بعد كده بنشوفه قاعد مع ادريان البنوته واخوها وبيتفرجوا على التلفزيون اللي بنشوف فيه كريد واقف وواخد روكي معاه وبيسوق ان هو هيقاتل الفحل الايطالي، وبنعرف ان روكي هياخد $150,000 مقابل القتال ده. اخوها بقى بنشوف ان هو زي بيتلزق في روكي لما عرف ان هو هياخد فلوس كتير، وبيقول له انت مش عايز حد طب يساعدك يشيلك الفوطه حتى؟ بس روكي بيقول له انا هدرب نفسي بنفسي. بس هنا في مشكله ضايقت روكي جدا جدا، ان هم عملوه في التلفزيون ان هو ولا حاجه، مجرد نكره او كلاون مثلا، عارفين ان هو مجرد شو مش مصدقين بيه. اللي بعد كده بقى بنشوف ان مستر جاتسو هيطلع شخص طيب وبيسلفه $500 عشان يقدر ان هو يصرف على نفسه وهو بيتدرب، ويقول له ان هو هيجي يتفرج عليه. واللي بيوصلنا بقى لحاجه مهمه جدا هتحصل. المدرب العجوز اللي احنا بنشوفه طول الفيلم بيزعق له وبيهينه وبيشتمه وبيصيح له، بيروح له البيت وبيدخل يقول له انا عرفت اللي حصل وعايز اقول لك ان هو حظك حلو جدا يا حبيبي. وبيبدا بقى هو كمان ان هو يتلزق في روكي. كل اللي كان بيتريق على روكي دلوقتي بقى بالنسبه لهم روكي دوت شخص جميل وشخص طيب وعسول. بيقول له ان دي فرصه جميله جدا مش هتجيلك تاني، واكيد انت محتاج دلوقتي مدير اعمال وانا اهو عندي خبره 50 سنه. فروكي ما بيهتمش وبيسيبه وبيمشي. الراجل بقى مستمر في ان هو يقول له انت عندك موهبه وجراءه. فروكي بيرد عليه ويقول له ايوه انا عندي جراءه فعلا بس ما عنديش حتى خزنه. فالراجل بيكمل ويقول له انا عندي معرفه هتفيدك. بس روكي اتهان واتجرح كتير جدا، ودلوقتي جايين كلهم ان هم يتلزقوا فيه. مش انا الفاشل اللي كنت بتتكلموا عليه ولا ايه يعني اللي حصل؟ فبيقول له انا طلبت منك المساعده من 10 سنين بس انت عمرك ما عبرتني وجاي دلوقتي عايز انك تدربني. فبيرفض والراجل بيمشي. بيجي ينزل بنشوف ان روكي بيزعق بحسره وبيطلع كل اللي جواه ويقول ان هو عايش في بيت معفن نتن، اكيد لما جيت شفته ما عجبكش ومحدش ساعدني ومحدش وقف جنبي، عايزيني اقاتل اقوى مقاتل في العالم وانا حتى مش متدرب وحالتي وحشه جدا ومتدمره، عايزين يحولوني لمجرد كيس ملاكمه. بيطلع بقى كل اللي جواه بالزعيق وبصريخ، والراجل بيسمع وبيمشي. بس روكي بيرجع وراه وبيصالحه. عاجبني فشخ الموسيقى بتاعت الفيلم ده. تاني يوم بقى بيصحى الفجر وبيكسر بيض ني وبيبلعه، وبيبدا ارك التدريب. بيجري ويجري ويطلع السلالم بس بصعوبه كبيره جدا، نفسه تقيل، جسمه بيصرخ، الموضوع صعب مش متعود. بيروح لاخو البت عشان يجيب منه لحمه وبروتين. تخيل ان اخوها بيتكلم وحش وبقله ادب عن اخته وان روكي نفسه هو اللي بيدافع عنها. المهم ان روكي بيجي يمشي، اخوها بقى بيعمل نفسه متعصب فبيضرب اللحمه بايده. فروكي بيبص وبيكتشف ان هو يقدر يستخدم اللحمه ككيس ملاكمه. اخوها بقى لما بيشوف ان هو بيضرب اللحمه بيقف مؤدب محترم، اللي هو انا ما اتعصبتش عليك ولا اي حاجه. بنشوف تدريب العجوز بيربط رجليه عشان يضربه على حفاظ على
خطواته، والبنوته بتجيب له كلب عشان يجري معاه في الشارع. المزيد من التدريب مع موسيقى تحفيزيه خطيره. المزيد من التدريب، المزيد من التدريب. عايز اقول ملاحظه ان من كتر ما الفيلم دوت ميزانيته ضعيفه، كل الناس اللي ورا دول حقيقيين، هم بيصوروا فعلا في الشارع. حتى الراجل اللي هيحدف له برتقانه ده هو مش ممثل ولا حاجه. واخيرا بعد كميه تدريب كبيره جدا بيقدر ان هو يجري ويكمل ويطلع السلم بكامل قوته واناقته من غير ولا تعب ولا حتى نفس ضعيف، وبيوصل للفورمه. قبل يوم القتال بقى من كتر التوتر بيروح لمكان القتال نفسه، وبيقول للراجل المسؤول ان رسمه روكي اللي موجوده غلط، هو هيلبس بنطلون ابيض مش احمر. الراجل بنشوف ان هو مش مهتم، بيقول له اما فزي ما قلت هم بس شايفينه حاجه مش مستاهله. بيرجع بقى البيت وبيقول لها ان هو مش هيقدر ان هو يكسب كريد، وبيعيط ويقول لها ان كل اللي هو عايزه ان هو يقدر بس يقف قدام كريد لحد الاخر، لان محدش قدر ان هو يقف قدامه قبل كده. ويعيط ويقول انا عايز بس اثبت ان انا مش مجرد خمرجي فاشل. حان وقت القتال. روكي بيخرج، الملاكم الضعيف الخسران اللي بيعيش الحلم الامريكي. بيسلموا عليه طبعا وبيهتفوا له، واللي بنسمعهم برضك بيعلقوا على المباراه باستهزاء وبيقولوا ان هو اخره هيصمد لحد الجوله الثالثه وهيخسر بالقضيه. بطل العالم بقى بيدخل لابس زي جورج واشنطن اول رئيس امريكي، مش في دماغه حاجه، مش همه، لان هو البطل الاسطوره اللي لعب 46 مباراه ما خسرش منها ولا واحده، ابولو كريد، في مواجهه روكي بالبوا. توتر غير طبيعي، حماس جنوني. بنشوفهم بيستعدوا للقتال ويبدأ القتال. الجولة الأولى بنشوف بقى البطل حرفيا بيلعب مع روكي كأنه بيلاعب طفل صغير، بس بيعمل يعني عرض عشان الناس اللي بتتفرج ديت ودافعة فلوس تستمتع. ومن كتر الاستهزاء بيرقص. فجأة روكي بيضربه واحدة أبر يوقع بطل العالم في الأرض. الناس بتتجنن، إيه اللي حصل ده؟ أول مرة كريد في تاريخه كله يقع على الأرض، ولكن بيقوم تاني، واللي هيخليه قايم متجنن ويهجم على روكي يفشخ فيه حرفيا. ولكن روكي بيرجع ويرد عليه الضربه ويزنقه على جنب الحلبه. الجوله الاولى بقى بتخلص بروكي بياخد ضربه توقعه ويتكسر مناخيره لاول مره. في نفس الوقت في زاويه كريد بيقولوا ان روكي ما يعرفش ان ده مجرد عرض وفاكرها مباراه حقيقيه، فعايزينك انك تدمروا الجوله ديت وتخلينا نروح بقى. الجوله الثانيه، الجوله دي بقى بتبقى عباره عن ان روكي بيفطر ويتغدى ويتعشى ويتسحر كمان بوكسات في وشه لحد ما هيقول يا بس، ولكن بيرد الواجب برضه للبطل وبيغديه هو كمان بضربات غير متوقعه بالنسبه لاي حد عموما، حتى بالنسبه لروكي نفسه، واللي بتخلص بان روكي متفوق. الجوله الثالثه، الجوله الخامسه، الجوله السابعه، وكل ده وروكي صامد بينزف من كل حته ولكن واقف ومكمل. الجولات بتعدي وروكي بيتضرب في اغلب الوقت ولكن بيرد الضرب بشكل غير متوقع. الجوله ال13 ولسه القتال مستمر، القتال اللي قالوا عليه ان كريد هيخلصه في 3 جولات بالضربه القاضيه وهو مش حاسس بحاجه. ولكن بص على منظر وش كريد دلوقتي، بطل العالم في الوزن التقيل، الاسطوره اتدشملت، وروكي بيترنح في الحلبه، وفي الاخير بيتضرب ويقع في الارض. ابولو بيرفع ايده ان هو انتصر خلاص، ولكن روكي بيقوم تاني كبطل وبيقول له تعالى. كريد بيبص له ومش فاهم ايه اللي بيحصل ده، مش مصدق، يا عم تموت بقى. ولكن روكي بيرجع يضربه في ضلوعه زي ما كان بيضرب اللحمه في الثلاجه ويكسر له ضلوعه وينهوا الجوله. هنا روكي حرفيا مش شايف اي حاجه من كتر الورم اللي في عينه، وبيخلي المدرب بتاعه ان هو يفتح له الحته اللي فوق عينه عشان الدم ينزل ويقدر يكمل. في نفس الوقت كريد بينزف من جوه جسمه لدرجه ان هم بيقولوا له هنوقف المباراه عشان تنسحب، لكن هو بيرفض. انت متخيل ان البطل قرب ينسحب ضد روكي اللي كانوا مستهيفينه وشايفينه ان هو تافه وهنخلصه بسرعه؟ روكي بقى في نفس الوقت بيقول للمدرب بتاعه لو وقفت المباراه وخليتنا ننسحب انا هقتلك. وبنكمل الجوله 15 والاخيره. ابولو بيضرب روكي كام ضربه كده، ولكن روكي بيبدا يضرب فيه ويضرب فيه ويضرب فيه، هو الاحسن هو الافضل، وبتخلص المباراه. وكريد بيقول له انا مش هعيد المباراه دي تاني. الصحفيين بيلفوا حوالين روكي المعجزه وهو بينادي على ادريان البنوته، وبقرار الحكام بيفوز كريد بالمباراه وروكي هو اللي بيخسر، والبنوته بتجيله والفيلم بيخلص. هنا بقى النقطه اللي انا ما حبيتهاش وانا صغير، ان هو ليه ما كسبش في الاخر، ولكن بحمد ربنا لما انا كبرت ان الفيلم خلص وهو خسران، لان كان هيكون فيلم خيال علمي لو كسب، ومش دايما الموضوع بيكون عن المكسب والخساره. هنا مثلا كان هو حلمه ان هو يثبت لنفسه ان هو مش مجرد كيس ملاكمه قدام واحد بيستغله بغرض ان هو يعمل شو اعلامي. اثبت في الاخر ان هو وقف قدام اعظم ملاكم في العالم وكان ند بند ضده وهز عرشه كمان، لدرجه ان هو كان هينسحب فعلا من الماتش. الملاكم اللي عمره ما وقع خلاه يقع وضربه، وفي نفس الوقت هو خسر بس مش بالضربه القاضيه، لا بالحكام في الاخر. ضعف بقى كريد دايما بالنسبه لي بيفكرني بقصه الارنب والسلحفاه. استهزائك باي شخص بيجتهد ده غلط كبير جدا هتندم عليه، وده اللي خلاه اصلا يتفشخ بالشكل دوت، ان هو كان مش مدي اعتبار لروكي ده. ونرجع تاني لروكي اللي حقق حلمه فعلا، وقف قدامه لحد الاخر من غير ما يستسلم، لدرجه ان
ان كريد نفسه قال له انا مش هعيد المباراه دي تاني معاك، مع انه هيعيدها تاني في الجزء التاني. بس المهم ان هو فعلا وصل للي هو عايزه. الموضوع هنا زي ما قلت مش موضوع المكسب والخساره، موضوع ان هو وقف بشرف لحد الاخر. الفيلم بعد كده تحول لسلسله افلام ممكن نبقى نتكلم عنها في المستقبل لو عايزين، بس ما اعتقدش ان انا هتكلم عن الافلام دي تاني. بس الجامد بقى في الموضوع ان نزل في الفيلم دوت 6 افلام لروكي نفسه، وعايز اقول لك ان بقيه الاجزاء السته كلها من كتابه واخراج سيلفستر ستالون نفسه، ما عدا الخامس من كتابته بس. ودي صراحه معلومه ابهرتني، يعني كنتش اعرف ان هو اللي كتب واخرج ومثل بطوله كل الافلام ديت. بعد كده في افلام جديده بتتعمل دلوقتي اسمها كريد لابن كريد نفسه، وروكي هو اللي بيدربه، ونزل منها 3 افلام، واخر واحد منهم كان في سنه 2023. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتعملي فولو على الانستا. سلام.